عمرك فكرت إيه اللي بيخلي طالب في جامعة زي هارفارد يوصل للكمية دي من الإنتاجية؟ يعني هل هم عباقرة ولا عندهم روتين معين ولا الموضوع كله هايب؟ أنا حرفياً قررت أجاوب على السؤال ده بنفسي. صحيت النهاردة وقلت يلا نجرب نذاكر يوم كامل زي طالب هارفارد ونشوف هل فعلاً يستحق؟ خليني أحكي لك اللي حصل. أول حاجة لاحظتها إن روتين طالب هارفارد مش مذاكرة كتير قد ما هو مذاكرة صح. مفيش استهلاك وقت على موبايل، مفيش تشتيت، مفيش دراما. في نظام، تسلسل، وقرارات واضحة من أول دقيقة في اليوم. بس خليني أبدأ من الأول. الصبح صحيت بدري أكتر من المعتاد، ومش بهدف الإنجاز، لأ. الهدف إن عقلك يكون فاضي، جاهز، وما فيهوش أي دوشة. قعدت قدام الديسك، ومش هكدب عليك، أول 5 دقايق كنت حاسس إني هزهق بسرعة. بس هنا كانت أول مفاجأة. طالب هارفارد ما بيبدأش مذاكرة تقيلة، بيبدأ وورم اب عقلي، زي إنك تراجع بسرعة اللي ذاكرته امبارح أو تكتب أهداف النهاردة في 3 جمل بس. الخطوة دي لوحدها وفرت لي طاقة رهيبة، وكأن دماغي اتشحن فجأة وقال لي تمام، فهمت إحنا رايحين فين. دخلت على أول سيشن مذاكرة بمدة قصيرة 20 ل 30 دقيقة بس، وده غير طريقة ناس كتير تبدأ بساعتين وتقع من أول نص ساعة. الفكرة هنا إنك تبني مومنتم زي عربية بتسخن قبل ما تطلع الطريق السريع. تاني مفاجأة، الطلاب في هارفارد مش بيذاكروا زي ما احنا فاكرين. هم بيركزوا على حاجة واحدة بس في كل سيشن، وبيقطعوا علاقتهم بأي مصدر تشتيت. موبايل بعيد، نوتيفيكيشن مقفولة، كرسي ثابت، والمكتب نظيف جدا. ولو ركزت في تفاصيل الخطوات الصغيرة دي هتلاقي إن المكان بيساعدك أكتر مما تتخيل. بعد أول ساعتين بدأت أحس إن دماغي خفيف، مش علشان أنا سوبرمان، لأ، بس علشان كل سيشن كان ليه معنى وهدف. وأكتر حاجة اتعلمتها من التجربة إن طلاب هارفارد بيقسموا يومهم مش على حسب قد إيه هذاكر، لكن إيه أهم حاجة أخلصها النهاردة، وتلاقيهم بيشتغلوا عليها بأقصى تركيز، وبعدها بياخدوا بريك محترم. يعني بياخدوا فترات راحة، وده اللي بيخلي طاقتهم ثابتة طول اليوم. في نص اليوم لاحظت إن في غلطة ناس كتير بتعملها، بيذاكروا يا من غير خطة يا إما بخطة ضخمة تعمل انهيار عصبي. إنما هنا كل حاجة كانت متقسمة بشكل بسيط، سهل وفعال. وعلى فكرة، مش لازم تكون في هارفارد علشان تطبق ده. انت ممكن تكون في بيتك في غرفتك الصغيرة وتشتغل بنفس الأسلوب وتوصل لنفس النتائج، ممكن أحسن كمان. خلصت آخر ساعة مذاكرة وفضل سؤال واحد بيلف في دماغي: هل الطريقة دي فعلا تستاهل؟ الإجابة أيوة، ومش علشان هارفارد، لكن علشان الطريقة نفسها مبنية على فهم حقيقي لطريقة شغل مخك. ما فيهاش ضغط، ما فيهاش مبالغة، فيها بس وضوح، تنظيم وتركيز. ولو عايز بصراحة، لو طبقت 30% بس من روتين اليوم اللي أنا جربته، مستوى مذاكرتك هيتغير خلال أسبوع واحد بس. ولو الفيديو ده عجبك وتحب أشوف لك روتين جامعات تانية زي MIT أو ستانفورد، قول لي تحت وأنا هبدأ التجربة الجاية فوراً. ولو حابب تكمل المشوار، عندك هنا فيديو مهم جداً. جربت أعيش أسبوع كامل بالنظام الياباني للمذاكرة وشفت تأثيره الحقيقي.